البليلة واحدة من أهم وصفات الشتاء، وإحنا مركزين معاكم على وصفات الشتاء. حطيت القمح بعد ما غسلته في حلة كويسة على النار، وبعدين نزلت عليه بمقدار المية. بعد ما نزلت بمقدار المية طبعا لازم أغطي واسيب الحبة بتاعة القمح تستوي على نار متوسطة إلى هادئة. هي كده لسه ما كملتش السوا بتاعها، أنا في نص مرحلة السوا ببقى عارفة إنها لازم أنزل الحليب وبقية المكونات، فنزلت بحليب كامل الدسم، وبعد كده نزلت بمقدار السكر بتاعي، وبعدين نزلت بكيسين من الفانيليا. بعد كده بروح ماسكة المعلقة بتاعتي وأقلب تقليبة واتنين علشان كل ده يمتزج ويدوب مع بعضيه، وبعدين أروح راجعة تاني على طول وقافلة ده بالغطا. بسيبها بقى حوالي ساعة إلا ربع على نار هادية لحد ما الحبة بتاعتي تستوي وتبقى تمام التمام. أنا كده بالنسبة لي الحبة مستوية، لأن أنا بحبها يبقى فيها عضة. جهزت أطباق التقديم بتاعتي وبدأت أغرف فيها البليلة بتاعتي الجميلة، وهتلاقوا التفاصيل كلها في الديسكريبشن، وعايزاكم تعملوا لنا سبسكرايب لو ما عملتوش، ولايك وشير لما تعجبكم الوصفة. بدأت أرش شوية قرنفل، أنا بحبها بالقرنفل، وبعدين كده كل حاجة بقت جاهزة، الشكل تمام والطعم والريحة جنان. قلبي يا ناس، يلا ناكل من جوه الحلة.